أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين. يعرف القائد عبد الله أوجلان أن التخلي عن اللغة بأنه التخلي عن الوجود، فاللغة هي الأداة الأساسية للتعبير عن الذهنية، فهي واحدة من أقدم الأدوات المجتمعية، وهي الأداة الأساسية للتواصل الاجتماعي. فاللغة ليست أداة التعبير عن الذهنية المجتمعية فحسب، بل هي أيضا عنصر من العناصر الضرورية للبناء، وهي إحدى الخصائص الأساسية لوجود المجتمع، وهي أداة تبين العقل المجتمعي وتسهم في تطوير ومرونة الطبيعة الاجتماعية بسرعة كبيرة. اللغة هي شكل من الأشكال التعبير، وتفهم على أنها كلام، ولكن لا يمكن للمرء أن يفهم اللغة باعتبارها كلاما فقط، بحيث أن اعتبارها أسلوب التعبير عن الفكرة هو أسلوب أكثر صحة بشكل عام. جميع الكائنات الحية لها أسلوبها في بنائها وتعبيرها، وبهذه الطريقة يمكننا القول أن لها لغة، والإنسان الذي استخدم قوة العقل هو أكثر تقدما في اللغة، فتوصل بذلك إلى مستوى الكلام، وتوصل إلى الكتابة وأضاف إليها أدواته وأساليبه وجعلها مختلفة. يرتبط وجود الثقافة والحضارة ارتباطا مباشرا بتطور ووجود اللغة، فاللغة هي الموضوع والمجال الأهم التي تحتاج إليه. ويوضح القائد عبد الله أوجلان أن الظاهرة الكردية أو القضية الكردية بالنسبة له بدأت في المدرسة الابتدائية عندما بدأ يتعلم اللغة التركية على حساب لغته الأم الكردية. ويسلط القائد عبد الله أوجلان في كتابه القضية الكردية وحل الأمة الديمقراطية الضوء على مصطلح اللغة بما يلي: يرتبط مصطلح اللغة بمصطلح الثقافة بأواصل متينة، مشكلا العنصر الرئيسي في حقل الثقافة بمعناها الضيق، لذا بالإمكان تعريف اللغة بمعناها الضيق على أنها ثقافة، فاللغة بذاتها تعني الإرث المجتمعي للذهنية والأخلاق والجماليات والعواطف والأفكار التي اكتسبها مجتمع ما، وهي وجود الهوية واللحظة الذي يدرك ويعبر عنها بالنسبة للمعنى والعاطفة، والمجتمع الذي يعبر عن ذاته يدل على امتلاكه الحجة القوية للحياة، ذلك أن مستوى رقي اللغة هو مستوى تقدم الحياة، أي أنه بقدر ما يرقى مجتمع ما بلغته الأم يكون قد ارتقى بمستوى الحياة بالمثل، وبقدر ما يخسر المجتمع ما لغته ويدخل تحت حاكمية لغات أخرى يكون مستعمرا ومعرضا للصهر والإبادة بالمثل. من الواضح أن المجتمعات التي تحيا هذا الواقع لن تتمتع بحياة مفعمة بالمعاني ذهنيا وخلقيا وجماليا، بل سيحكم عليها بحياة مأساوية إلى أن تفنى بوصفها مجتمعات مريضة. هذا ولا مهرب من توظيف القيم المؤسساتية المجتمعية التي تعاني من فقدان المعاني والجماليات والأخلاق كمادة خام لقيم المستعمرين. خلاصة القول: إذا تم عيش لغة ما كما هي الحال لدى الكرد مثلا، فجلي أن مجتمعا يمر بحالة كهذه سوف يقدو مقهورا وبائسا حتى النخاع. على هذا الصعيد المادي سيهوي نحو التشتت والتناثر، ولن يتفادى العيش مشحونا بالأخطاء والخيانات والشناعات معنى وأخلاقا وجمالا. ونستخلص مما سبق أن اللغة هي من الخصائص الأساسية للوجود الاجتماعي، والتمسك باللغة يعني التمسك بالمجتمع، وتعني أيضا التمسك بالذات، لذا علينا أن نتمسك بلغتنا الأم ونتعلم وندرس لغتنا ونتحدث ونكتب بلغتنا، لأن لغتنا هي هويتنا ووجودنا. مصطلحنا لهذا الأسبوع كان عن اللغة، وعلى أن نلقاكم في أسبوع جديد ومصطلح جديد. دمتم بخير.